بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خوات حبايبي، يسعد صباحكم يا رب، صباح الورد، صباح الفل، صباحكم يا رب معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى، اللهم آمين يا رب. نتمنى ان شاء الله روتين النهارده يعجبكم، نتمنى كده تحط له اللايك، الكومنت الحلو اللي زيك، اثبتي وجودك معايا. وانت لسه داخله قناتي جديد، فعلي الكلمه الحمراء كلمه اشتراك وتفعيل زر الجرس بالكل، عشان كل ما بننزل حاجه جديده توصلك باذن الله. استعنت بالله كده ودخلت على المطبخ زي ما انتم شايفين. قلت الاول كنت عايزه نعمل محشي. بصوا انا عايزه نقول لكم ده حوالي الساعه 9 بالليل، تمام. فكنت بره، يعني انا مروح من ساعه جوزي شويه. طبعا اخواتي قدام معايا في القناه عارفين احنا عندنا كشك وكده يعني. فمروح من ساعه جوزي شويه بس. فدخلت بقى مساكت المطبخ كده. دلوقتي عملت ايه، بصله كده جلتها وجيت نازله عليها بطماطم، وبعد كده هنيجي حاطه ايه مكعب دجاج. بصوا ديت ان شاء الله كده هنعمل مثلا محشي بتنجان، هنعمل فلفل. طريقه سهله وبسيطه وسريعه، اسرع اكله تعمليها بسرعه البرج. هتقولي المحشي، ايوه فعلا البتنجان بيبقى غير الكرنب خالص، الكرنب بياخد غلبه، لكن البتنجان ده بصوا بسريع، يعني سريع كده. مسكت بقى الحوض غسلته الاول. لازم نعمل كده عشان وانا واقفه خلاص هو الوقت كده اتاخر، بس عشان وانا واقفه ما نحسش ان انا زهقان، نطلع الطاقه السلبيه من المطبخ. المواعين طبعا بتعمل طاقه سلبيه فعلا، الحاجات اللي بتبقى مثلا كراكيب الكلام ده بتديكي زهق وانت واقفه. لكن لما تعملي كده وتقعدي بقى على رواقه، تعملي اللي انت عايزاه، تعملي اكله، تعملي اي حاجه في المطبخ، هتحسي ان انت كده في راحه نفسيه. فشغلت كده يعني الراديو بنبقى حطاه جنبي على طول، وغسلت المواعين والحوض زي ما انتم شايفين. لميت المطبخ برضو، يعني خليته من الاخر كده حاجه ايه بيبرد كده. العيشه والله البسيطه الحمد لله نعمه ورضا وفضل عليها. يعني الواحد والله مش يعني بالبيوت او القصور او الكلام ده، اهم حاجه راحه بيتك وراحتك في بيتك. دي بتبصي بكنوز الدنيا وبكسور الدنيا. اهم حاجه تكوني انت مرتاحه نفسيا وعيالك بصحه وسلامه، وانت بصحه وسلامه، واهل بيتك نعم وفضل من ربنا. كنت باجي كمروه بنجيب مثلا فرختين، بنجيب 3 بنخليهم باجي عندي في التلاجة. يعني ممكن يمسكون اسبوعين، ممكن اسبوع، على حسب بقى ما بنعمل. كل ما بنيجي نجيب فرخه منحوش يعني مناب حلو كده. ساعه ما نعمل بيتزا، ساعه نعمل شاورما، هنلاقي لي مثلا حته حلوه نكمل، يعني حتتين 3 كده، يبقى مش محتاجه ان انا نشتري حاجه من بره. حته دي هنغسل بس الاول كده ملح ليمون، وبعد كده بقى نمسكها نظبطها. ما نخليش المناب حته كبيره عشان العيال بتسيبه، لكن لما نقطعها حته صغيره ياكلوها على طول. بس فغسلتها كده ملح وليمون، وكنت غاليه الميه على البوتاجاز. بصي بيبقى روتين سهل على قلبك، بتبقى حاجه سهله على قلبك كده وانت بتعملي، لان المكان نضيف حواليك، بتحس كده في انتعاش، في ارتياح، واقفه تحس كده ان انت مش مضغوطه، لا انا مخلصه اللي ورايا وواقفه واجي نعمل بروجان. هتعملي احلى حاجه فعلا. هنشيل بقى المناب ده. كل ما بنجيب فراخ نيجي حاطه حته على جنب كده. ساعه البيتزا بنلاقي لي 4 منابات 5 منابات، بنعمل صواني بيتزا كبيره، تمام كده. هنغسلها برضو مطرح ما حطيت بقى الملح والليمون وكده. هنسيبها بقى في حبه ميه وبنعمل التتبيله بتاعه الشرب، تمام. بصله، احلى شوربه تاخديها دسمه، واحلى شوربه بالطعم ده. بصي حبهان مع بصله مع طماطم مع فلفل اسمر مع ملح، بتطلع لك شوربه دسمه وحلوه خالص. طبعا كلكم بتعملوا احلى حاجه، بس كلنا في بعضنا. انت بتعمليها بطريقه، انا بنعملها بطريقه، اعوذ بالله من كلمه انا، فكلنا يعني كلنا بنفيد بعضنا. بس كنت غاليه بقى الميه ومخليه الطماطم على جنب، عصير الطماطم اهوت، ونجي نازله عليها بقى بعد ما عملت الملح مع الفلفل مع البصل. بسم الله ما شاء الله. الطماطم حلوه خالص. بصوا حمرا وحلوه اليومين دول في السوق، وسعرها حلو، يعني الكيلو ب4 جنيه، عندنا في اسيوط الكيلو ب4. وطماطم حلوه والله، يعني جبت لي حبه حطيتهم في التلاجة. بجد حلوه. مثلا تعملي مكرونه، تعملي محشي، الكلام ده بيبقى عايز الطماطم الحمراء. غليت بقى هنا الميه اهيت، هننزل عليها باللي انا عملته ده كله، تمام. هنيجي بقى حتى الفرخايه، كنت بقى هنا حاطه الميه دي الحبه النونو دولت عشان احط فيهم ورق عنب، نسلق فيهم ورق عنب. عايزه نقول لكم الاكله دي عملتها كعشاء، هو العشاء متاخر ما ينفعش الاكل ده طبعا فيه. بس قلت
طب انا برضو يعني الغدا كنت عامله اكله اي كلام. فنيجي برضو هنعمل لهم اكل اي كلام بالليل. لا، ده طبعا الانسان ما يكون واقف طول النهار على رجليه وتراعي ربنا فيه، ربنا هي هيجيب لك كل الخير في حياتك. فطبعا ابو ياسين يعني واقف طول النهار على رجليه، مش هينفع مثلا اكله زي كده. هنعمل فول وطعميه فضل ونعمه من ربنا، بس ما ينفعش بالليل يعني طول النهار ممكن يقضيها باي حاجه، فبالليل لازم تكون برضو نعملها اكله كويسه. فالحمد لله رب العالمين. مسكت بقى البتنجان، كنت جايبه كيلو ونص، عماله نقول ايه يا رب المجوره انا حطيتها فين، عماله نفتكر إيه انا عملت زي السمكه نيمو ولا ايه. والله بجد، شفت انتوا كرتون السمكه نيمو، انا حاسه ان عملت زيه. عماله ندور على المجوره هنا وهنا، والاخر يا رب حطها فين. وبعد ما خلصت سبحان الله حطها في درج المطبخ من تحت خالص، بس الداخله هي من جوه. عملت بقى بالسكينه الرفيعه كده، بس نفع الحمد لله. عملت محشي مشكل، بتنجان طماطم فلفل، تمام. وبعد كده بقى ايه التغذيه اللي عملتها كانت حمرا وحلوه، لان الطماطم حمرا حلوه. ربنا يبارك لكل واحد في لقمة عيشه يا رب، اللهم امين. يعني الناس اللي جايبه منهم الطماطم دول ناس فلاحين على باب الله، حاجتهم ما شاء الله حلوه خالص. ربنا يبارك لهم في اكلهم وفي زراعتهم يا رب، ويبارك لنا في كل حاجه نملكوها يا رب جميعا، اللهم امين يا رب. حطيت بقى الرز، نزلت عليه ببقدونس، وهنحط بقى ايه مكعب دجاج، ملح، فلفل، كمون. بجد احلى طبق محشي تاكليه. ممكن تعملي صينيه كوسه برضه تحطيها في فرن بوتاجاز، انت بقى ودماغك وافكارك في الاكل. في ايه تاني يا ربي، حطيت كمون عليه، تمام. هنقعد بقى نحشيهم، كنت هناخدهم في الصاله بره ونقعد نحشي مع نفسي، بس الوقت متاخر يعني حوالي كنت داخله في 9:30 10. فقلت لا نعملهم على السريع كده وانا واقفه. والله العظيم بتبقى راحه نفسيه وانت واقفه كده، والقران شغال حواليك، وانت واقفه بتعملي لقمه وعارفه ان انت بتاكلي كام فرد. في ميزان حسناتك باذن الله، ما تزهقيش من حاجه. خلي الصلاة على سيدنا محمد في بوجك، خلي كده في أذكار حلوة كده في لسانك، ادعي لنفسك ولبيتك. يا رب اكرمني في أولادي، يا رب اهدي لي الحال، يا رب اصلح حالي وحال بيتي، يا رب بيتي بين ايديك، يا رب جربني لك. يعني ادعي الجميلة بتاعتك دي. بصي هتلاقي كل حاجة، وادعي لنفسك يا رب اجعل يا رب الساعة اللي انا بنشتغل فيها اجعلها سهلة علي، اجعلها يا رب خفيفة علي، اجعل يا رب الصعب سهل في ايدي. اقفي ادعي والله هتلاقي نفسك كده. ايه ده، هو انا خلصت امتى؟ طب هو انا بديت امتى؟ بص في رمشة عين كده زي ما بيقولوا. فما تزهقيش نفسك من حاجة، واعملي اللي ربنا يقدرك عليه اللي في استطاعتك. والعيشه البسيطه والله نعمه. ما بص مهما كنت ضغوطات عليكي قولي الحمد لله، انت احسن من غيرك بكتير. واعرفي ان فيك صحه، اعرفي ان فيك عافيه، اعرفي ان ربنا يشفي كل مريض يا رب يا رب يا رب، يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. الناس بره برضو في تروحي مستشفى الاورام، تروحي يعني ربنا يدي كل انسان الصحه والعافيه يا رب. فما تزهقيش وتزهقي نفسك، صحتك بالدنيا وعيالك قدامك واهل بيتك بالدنيا كلها. الحمد لله رب العالمين. خلصت بقى هنا اهوت. وبعد كده هناخد ايه كام ورق العنب ده عشان ملك بتحبه. بس فهن برضو هنحطه في حلة غير دي، بس هناخد 70 كده ايه عشان طبعا هو مشكل، يبقى مشكل مع بعضه كله، تمام. كنت غليت بقى الشوربة اول ما قلت محشي، غليت الشوربة يعني حطيت الفرخة على طول عشان ناخد الشوربة بتاعتها، تمام. المحشي بيبقى في حتة تانية. وكمان المحشي كرنب اما بتكون بشوربة ومعلقة سمنة بلدي عليه او معلقة قشطة على الوش بيبقى عسل. انا هنا بقى جبت هي كنت الشوربة هنحط عليها مكعب دجاج، فلفل اسمر، حبة ملح كده مزبطاها يعني من الاخر، تمام. ونيجي نازلة عليها. عندك سمنة بلدي وحط معلقة عليها، بيخلي المحشي بص في حتة تانية. عندك قشطة برضو، بس القشطة الايه للمحشي الكرنب، تمام. بس كده هنشربها كده. بجد كان طعمه حلو خالص وطعمه زي العسل، واكله يعني هي تنويع في الاكل. بس هنجي بقى احطها على البوتاجاز هتتشرب، وبعد كده نوطي عليها خالص قبل ما نعمل طبق سلطه حلو كده. في كل وجبه بقيت نعمل طبق سلطه، يعني غدا عشاء تلاقي طبق السلطه ما بيقطعش خالص دلوقتي. ليه؟ عشان كله فيتامينات. انا كنت الاول ما بنحبهاش، بس لا اتضح ان فيها فيتامينات كتير. طماطم، فلفل اخضر، بصلة، بقدونس او كزبرة، ليمونة،
طبعا بقى في الاخر التحابيش بقى الحلوه بتاعتها، اللي بتحطي كمون، تحطي خل، تحطي اللي بيبقى عندك، ممكن عندك توم دجه ولا حاجه تحط حته برضو كده، او معلقه او نص معلقه. بصي هتبدعي في الاكل طول ما انت نفسيا مرتاحه حقيقي. هتحسي دايما ان في امل لبكره. خلي املك دايما في ربنا، حتى غلو الاسعار ده ارمي حمولك على ربنا. ربنا خزاينه واسعه في كل شيء. بصي الواحد كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فانت يعني قصدي ما تزهقيش نفسك، ما تتعبيش نفسك. صلي على سيدنا محمد. اللي بتلاقي نفسك مخنوقة، انزلي اشتري حاجة، غيري يعني ايه تفكيرك. قومي من مكان لمكان، انجلي كرسي يعني مثلا انا قاعدة على الكرسي ده مزهقني وقاعدة نفكر ومش عارفة عصر نفسي، لا قومي كده انجلي في مكان تاني، اقفي في بلكونة شوية، خدي عيالك وانزلي شوية. ما تسيبيش نفسك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تسيبيش نفسك كده التفكير والشيطان يلعب كده. بقى كنت الحمد لله خلصت اهوت. قطعتها بقى يعني تقطع نونو صغننه كده. فكانت بقى الطماطميه دي قلت نحطها برضو ايه، نحطها على الوش. عايزه نقول لكم كانت اكلك زي العسل. هو الوقت ده عايزه الغدا، الاكله دي عايزه الغدا. بس انا تفكيري اعوذ بالله من كلمتين، انا قلت مش مشكله يعني، هي الاكله دي اللي هتضر. هو الاكل طبعا الدسم والكلام ده هو غلط بالليل، بس طبعا لما تلاقي جوزك في شغل طول النهار هالكلام، مش هتيجي تحط مثلا فول وطعميه اخر الليل، لا. لازم الانسان برضو، لان الواحد هيتسأل عن كل حاجه بيعملها. فربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. حطيت ملح، حطيت كمون، بس كده. هنقلبها تقليبه حلوه، هنحطها في الفريزر. في الفريزر، ايوه في الفريزر، عبما الاكل التاني يطيب. عشان نيجي نطلعها ما تكونش ساخنه كده، يعني الحاجه ما بتكون زي كده ساقعه. عامه بالذات السلطه. تمام. ايه رايكم في طبق السلطه ده؟ تعالي بقى نخش على الرخامة. مطرح ما عملتي لازم نغسلها غسلة كويسة كده. امال استنى ست شاطرة ازاي؟ لا لازم نغسلها غسلة حلوة كده يعني. بس غسلت برضو الرخامة ورايا، عشان كده المطبخ ما يبقاش فيه اي حاجة داخلة طالعة. هنعمل كوباية شاي داخلة طالعة، نعمل حاجة ليا لعيالي داخلة طالعة كده المطبخ. لا ده نضيف، ما نحسش ان انا زهقانة. المواعين مش عارفه ايه، لا والله ما تزهقيش من حاجه. ارمي حمولك على ربنا وقولي يا رب، وما تزهقيش نفسك من اي حاجه، الدنيا مش مستاهله. بس كده الحمد لله خلصت. كان باجي ايه، خلاص كده انا خلصت المطبخ ونضفته وظبطته. على الاكل باجي يعني كده. ايه رايكم؟ بصوا الرفه اللي عاملاها جنب اهي. تمام. وكده خلصت الرخامه اهي. تقولوا لي بقى ايه رايكم؟ يعني كده الحمد لله انا حاسه ان هو نضف. هنبتدي بقى نغرف. خلاص الوقت كان خلاص، خلصت الحمد لله. بس كده. وادي كان روتين النهارده. بس فاضله المواعين بقى بعد العشاء، هنغسل المواعين برضه، يعني مش هنسيبها برضه في الحضن نلجعها، لا، لان حرام فعلا تتساب كده اخر الليل. اي حاجه مواعين عندك لازم ايدك فيها على طول، ما تسيبهاش كده لاخر الليل وتقول الصبح هنغسلها، ان حرام فعلا. بس وادي المحشي المشكل اهوت، وكانت الكبد بتاعت الفرخ بس كده، والشوربه والسلطه وادي الفراخ كنت محمراها، ما عملتهاش انه بدي في الفرن، تغيير يعني في الاكل. والحمد لله نعمه وفضل يا رب من عندك. ايه رايكم بقى في فيديو النهارده او روتين النهارده؟ يعني نتمنى نكون يا رب اديتكم كبسوله كده فيتامينات، او نديتكم كده كبسوله فيتامين. دخلت بقى على المواعين. بصوا مخدتها بقى بسرعه. كان عندي ايه، طبق فول في التلاجة جبته بالمره، يعني اللي هي الطاسه دي، وكان برضو بوجي اكل في التلاجة خدتهم بالمره. كنت بقى حطيت الاكل وخلصت الحمد لله. وخدت بقى المواعين اللي كانت في التلاجة واللي كانت بتاعه الاكل، وقلت بقى بالمره عشان ما يبقاش ورايا اي حاجه، انا كده المكان يبقى نضيف. وحرام اصلا المواعين كمان تتسب بالليل، ده انا متسيب لكم المواعين الصبحيه حبه اللي هم بتوع الصبح مثلا فطار غدا، عشان بس ده روتين ونحفزك. لميت بقى هنا ولميت هنا، وهنغسل برضو الحوض ورايا تاني عشان الدنيا تبقى نضيفه. بصي اعملي لك ورقه كده. النهارده هنعمل اوضه، النهارده هنعمل صاله تنظيف عميق، عشان ما تزهقيش برضه تحسي حمل عليكي. شقتك مثلا اوضتين 3 اوض، ده انا النهارده هناخد اوضه تنظيف عميق، النهارده هناخد صاله تنظيف عميق. فهتيجي تلاقي بصي كل حاجه، مش لازم تعملوا كله في يوم واحد، هتلاقي كل حاجه متيسره معاكي باذن الله. وفي نفس الوقت نظافه ليكي ولبيتك ولعيالك. وشغل البيت بقى حبه المواعين، والله دول كويس ان هم في المطبخ. احمد ربنا ان انت بتشتغلي وبتروحي وبتيجي، صحتك بالدنيا كلها. فيا رب يديكم الصحه والعافيه في بيوتكم، ويعمر بكم في بيوتكم جميعا يا رب، اللهم امين. نتمنى فيديو النهارده ان شاء الله يكون عجبكم. نتمنى تدعموني باللايك الكومنت الحلو اللي زيك. كتر الف خيركم، شاركتوا لي فيديوهاتي، شفتوا لي فيديوهاتي لحد هنا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم يا رب.
نسيبكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة في رعاية الله. مع الف سلام. مع السلامة.